السلام عليكم. معنا مناضل في حركة 20 فبراير. الأخ ربيع من وعضو في لجنة الشعارات ديال حركة 20 فبراير. ربيع، بغينا نسولك على السقف ديال حركة 20 فبراير، واش هي الملكية البرلمانية؟ السلام عليكم. تحية نضالية لكل أحرار البلد وكل أحرار هذا الوطن. تحية المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي وشهداء حركة 20 فبراير المجيدة. أولا، بالنسبة للملكية البرلمانية هو مشروع سياسي، وكيف كنعرفوا أن الحركة أو أي حراك في العالم كيكونوا عنده مطالب. لأن الحركة كتضم كنقولوا حنا أن حركة شعبية جماهيرية كتضم واحد هيئات داعمة، كتضم شرائح مختلفة من الشعب المغربي عندها مطالب. هاد المطالب كترفعها في المسيرة ديالها. منين ما كيتحققوش دوك المطالب، بطبيعة الحال المطالب كتغير، كتولي المطالبة بإسقاط المسؤول على عدم تحقيق دوك المطالب. بالنسبة بالنسبة للدور الأساسي اللي يمكن أن تلعبه الحركة الشعبية هي توفير واحد الجو ديمقراطي حقيقي. وديك الساعة القوى السياسية الحقيقية في البلاد يمكن لها أنها تنزل بالمشاريع ديالها السياسية وتنافس واحد الجو ديمقراطي وفي واحد الشكل من النزاهة ومن الشفافية. السؤال الثاني، بغينا نعرفوا الأحداث اللي وقعت من بعد ما ترفعت الشعار ديال إسقاط النظام في المسيرة ديال سباتة، المسيرة الأخيرة. كيف شرت قبيله ان الحركه ملي كتكون احتجاجيه شعبيه كتخرج بمطالب اقتصاديه سياسيه اجتماعيه، الوقيته اللي كتخرج كتبقى تنادي بدوك المطالب مما كيتحققوش دوك المطالب، بطبيعه الحال افراز طبيعي ان الشعب او الجماهير الشعبيه غتولي بمطالبه باسقاط المسؤول الاول على عدم تحقيق هذوك المطالب. وحنا عارفين ان المسؤول الاول على عدم تحقيق هذه المطالب هو النظام المغربي. النظام المغربي اللي كيتشكل من المخزن وكيتشكل من لوبي عقاري ولوبي اقتصادي متحكم في الثروات ديال البلاد، من العائلات اللي كنعرفوها. والعائله الملكيه حتى هي محتكره الاقتصاد ديال البلاد ومحتكره بزاف ديال الميادين. والنظام المخزني اللي كنعرفوه، النظام المخزني اللي قاهر الشعب من المقدم حتى الاعلى سلطه في البلاد، حتى الرئيس البلاد، حتى الملك ديال البلاد. يعني هادو كاملين من المقدم والوالي والعامل، هاد الجهاز ديال الدوله راه كيف كنشوفوا راه هو السبب ديال هاد المشاكل اللي كنشوفوا فيها دابا وهاد الظروف ديال العيش. وعاد باش نزيدوا القهره ونزيدوا الحقره ولا زدنا عليهم الفساد الاداري وزدنا عليهم، كنظن ان البلاد كتعيش في واحد الغليان شعبي والعطاله. وكيف كنشوفوا ان المعطلين ولاو كيفقدوا الامال ولاو كيحرقوا رؤوسهم، وهذا اللي ما كنقبلوش. ولكن راه الدرجه اللي وصل لها الاحتقان اللي وصل لها الشارع المغربي راه درجه قصوى وتدق قانوس ناقوس الخطر. بالنسبه لداك الشيء اللي وقع فاش تهز اسقاط النظام في المسيره الشعبيه، حنا كنقولوا ان الحركه صوت الشعب. كنقولوها في الشعارات ديالنا، كنقولوا عاش الشعب، كنقولوا سمع صوت الشعب. الجماهير الشعبيه في سباته عبرات على السخط ديالها الحقيقي تجاه المسؤول الاول على عدم تحقيق المطالب اللي هو النظام. بطبيعه الحال غادي يرفعوا شعار ديال اسقاط النظام. بالنسبه للشخص اللي حاول انه يخلق واحد المشكل صغير، كنظن انه مشكل عرضي ما غاديش ياثر على الحركه، وهو موقف ديالو كيتحترم. لان شحال من واحد راه عنده مواقف مخالفه ل 20 فبراير، ولكن باش يعبر عليه بديك الطريقه وداك السلوك هذاك هو اللي مرفوض داخل الحركه بتاتا. لان الحركه عندها جموع عامه، عندها لجنه ديال الشعارات كدير الاجتماعات ديالها. يمكن لاي شخص ما عجبوش شي موقف او ما عجبوش شي شعار او ما عجبوش شي لافته او ما عجبوش شي سلوك يجي للجمع عام ويعبر عليه، ويجي الاجتماع ديال لجنه الشعارات ويعطي علاش ما بغاش هذا الموقف، ويعطي التفسير ديالو ويحاول يقنع. ولا ما قنعش الاخر يحتفظ برايه ويحترم الراي الاخر، ويجي حتى للتعبئه. لان اي واحد يمكن لي انه ينتقد شي سلوك الا خصو يكون مشارك فعلي في انجاح ديال ديك المسيره. لان اللي كيعطي التقييم ديال المسيره خصو يكون كيشارك فيها وكي
يخدم من اجلها وكيخدم من اجل الشعب المغربي. وحركه 20 فبراير ماضيه في الاحتجاج ديالها ومستمره في النضال ديالها حتى تحقيق وطن حر، لان المطلب ديالنا الاساسي هو وطن حر يتسع لكل ابنائه وجو ديمقراطي يتنافس فيه المتنافسون من حملات المشاريع. وتحيه نضاليه مجدده لكل الاحرار في المغرب. شكرا ربيع.